السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، معاكم مستر محمد. إن شاء الله هنحل مع بعض أهم الأسئلة اللي موجودة عندي في آخر 3 دروس معايا في التاريخ. كنا عملنا فيديو قبل كده على أول 3 دروس في الوحدة الثانية، اللي هي الحياة السياسية والحياة الاقتصادية وملامح عن حياة المصري القديم. إن شاء الله هتلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. نبدأ مع بعض كده، ولو أول مرة تسمعنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ بأول سؤال. بنخش على درس الحياة الاجتماعية وبيبدأ يقول لي أكبر تقدير نالته المرأة في مصر القديمة. أكبر تقدير المرأة المصرية نالته كان توليها حكم البلاد، ولا تعيينها في كهنة في المعابد، ولا تصويرها كمعبودة، ولا حصولها على حق التملك. طبعا اما حاجة بص كده في الاختيارات فهلاقي أكبر تقدير هي طبعا المرأة كان ليها دور في كل الحاجات دي، ولكن التقدير الأكبر بالنسبة لي كان تصويرها كمعبودة. النقطة الثانية، تعتبر الطبقة الرئيسية للنشاط الاقتصادي عموما الملك وأسرته، ولا الموظفين والفنانين، ولا الوزراء والكهنة، ولا الطبقة الوسطى والطبقة العامة؟ مين في الأربعة اللي قدامي دول كان هو المسؤول عن النشاط الاقتصادي؟ إما حاجة بص كده هلاقي إن اللي كان مسؤول مسؤولية تامة عن الاقتصاد والشغل في الدولة كانت عندي طبعا الطبقة الوسطى والطبقة العامة، لأن الطبقة الوسطى دي اللي كان فيها عندي التجار، والطبقة العامة اللي كان فيها الفلاحين والصناع. فبالتالي هي الطبقة اللي كانت بتعمل نشاط اقتصادي أكتر من الطبقة سواء الملك وأسرته أو الوزير والكهنة أو عندي الفنانين والموظفين. 3، تأثرت الطبقة العامة بالطبقة العليا في إيه؟ ازاي الطبقه العامه خدت تاثير من الطبقه العليا؟ يا ترى في المسكن بتاعها، ولا في التعليم، ولا في تربيه الابناء، ولا في اللبس؟ اما حاجه اشوف هلاقي ان الطبقه العامه كانت دايما بتقلد الطبقه العليا في عندي اللبس. عشان كده كنا بنقول ان الطبقه العليا عندي كانت بتلبس ملابس مصنوعه من الكتان الحرير او الكتان الناعم، اما الطبقه اللي هي العامه كانت بتقلدهم تلبس الكتان بس الكتان الخشن. وهنلاقي حتى في الكتاب كده بيقول لي ان الطبقه العامه كانت تحاول انها تقلد الطبقه العليا. 4، كان هناك تشابه بين الآلات الموسيقية المصرية والآلات. نبص كده في الاختيارات، يا ترى الآلات الموسيقى بتاعت مصر كانت متشابهة بآلات مين؟ اليونان، ولا العراق، ولا فينيقيا، ولا الآلات الأفريقية؟ تمام، الأفريقية. ده آخر حتة في الدرس عندي في التواصل الحضاري بين مصر وأفريقيا. تعتبر طبقة مهمة في إدارة شؤون الدولة ونشر الأمن. يا ترى أنهي طبقة في دول كانت هي المسؤولة عن نشر الأمن وفي شؤون الدولة؟ نبص كده للاختيارات. يا ترى الطبقة العامة، ولا الطبقة الوسطى، ولا بالنسبة لي طبقة الوزراء، ولا طبقة الحرفيين؟ أنهي واحدة؟ تمام، طبقة الوزراء هي الطبقة المسؤولة عن نشر الأمن وهي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة. السؤال اللي بعديه، يجب عليك ألا تنسى فضل أمك وما فعلته من أجلك، فإن نسيتها فلها الحق أن تلومك وأن تشكوك إلى الله فسيسمع شكواها. تدل هذه العبارة على تقدير الأم، ولا احترام الأم، ولا قوة الأم، ولا تفضيل الأم؟ اقرا كده العبارة تاني بالراحة. يجب عليك ألا تنسى فضل الأم. ده هنا بتتكلم إن أنت المفروض ما تنساش فضل أمك. يبقى الإجابة واضحة إيه؟ يبقى ده بيدل على إيه؟ تمام، تفضيل الأم. صح وغلط، كانت العلاقات المصرية متشاركة ومتعاونة في تكاليف الزواج. العائلات المصرية كانت بتتشارك مع بعض في تكاليف الزواج، صح ولا غلط؟ طبعا صح، وقلنا كانوا بيقسموا التكاليف بينهم وبيعملوا موائد زي كده بوفيه، يعني زي دلوقتي بلغتنا دلوقتي العيلتين هم اللي بيتكفلوا بالبوفيه ده، بيتكفلوا بالتكاليف. يبقى الكلام ده صح. 8، تحققت العدالة الاجتماعية في مصر بعد وضع قوانين حمورابي. يا ترى الكلام ده كان صح ولا غلط؟ تمام، صح، لأن دي من الحاجات اللي عملها حمورابي عشان المجتمع يبقى فيه عدالة اجتماعية. نخش على اللي بعده. وضع كتاب الموتى مع المتوفي ارتبط باعتقاد المصري القديم بالناحية الإيه؟ الاجتماعية، ولا العسكرية، ولا الاقتصادية، ولا التنفيذية؟ طبعا كتاب الموت عشان يتحط مع المتوفي دي واضحه جدا انها كده بتميل للناحيه الدينيه، بس المشكله ان انا في الاختيارات ما عنديش ناحيه دينيه، فهختار ايه؟ ركز كده وشوف لي ايه اقرب اجابه ممكن تيجي تتحط او ترتبط بوجود كتاب الموتى مع المتوفي.
تمام، انا سامع ناس هي بتفكر تمام احنا نبدا نستبعد. العسكريه هل دي هيبقى لها علاقه؟ لا طبعا. طيب الاقتصاديه ملهاش علاقه، دي ليها علاقه، الاقتصاد ده يعني فلوس. التنفيذيه لا. قال لي بمنتهى البساطه هتبقى الاجتماعيه، لان كتاب الموتى ده بيربط الناس في العالم الاخر والحياه الاجتماعيه بتاعتهم، وقلنا اللي كان مزارع هيبقى مزارع واللي كان ملك هيبقى ملك، يعني المستوى الاجتماعي هو هو. يبقى بالتالي دي بتعكس الناحيه الاجتماعيه عند المصري. ظهرت مراكز العلم في مصر القديمه بعد قيام الوحده التاريخيه الاولى، قيام الوحده التاريخيه الثانيه، الدوله القديمه، الدوله الحديثه. انا عندي في الكتاب كده هلاقيه بيقول لي صراحه ظهرت مراكز العلم مع معرفه الانسان الكتابه. واحنا درسنا في اول درس خالص في المنهج بتاعي في الوحده الاولى ان الانسان عرف الكتابه امتى. قال لي سنه 3500 قبل الميلاد. يبقى بالتالي دي تصنيفها تتحط في انهي فتره؟ بعد الوحده التاريخيه الاولى، ولا بعد الوحده التاريخيه الثانيه، ولا بعد الدوله القديمه، ولا بعد الدوله الحديثه؟ ها تعال نفتكر كده. الوحده التاريخيه الاولى اللي هي كانت سنه 4242، يبقى هل بعد التاريخ ده ولا بعد الوحده الثانيه اللي هي بتاعت مينا 3200؟ بعد 3200 يبقى انت كده عديت 3500، يبقى لا، يبقى هي بعد قيام الوحده التاريخيه الاولى. لان اذا الكتابه اتعرفت في الفتره اللي بين الاثنين دول، بين هنا وهنا، في الفتره اللي بينهم، يبقى تتحط بعد ايه؟ تتحط بعد دي. لان الانسان هنا عمل الوحده الاولى، المصري القديم عمل الوحده الاولى بتاعت ملك مملكه الشمال سنه 4242 قبل الميلاد. اما الوحده الثانيه بتاعت مرمر اللي هي كانت سنه 3200، يبقى انت بتتكلم في الفتره اللي في النص بينهم. يبقى بالتالي مراكز العلم اتعرفت بعد الوحده التاريخيه الاولى. 11 ظهر دور المجتمع المدني في مصر القديمه، وده من خلال مشاركته في الحياه السياسيه، ولا في حل المشكلات الاقتصاديه، ولا مشاريع التنميه، ولا الطقوس الدينيه. في اول صفحتين في الدرس كده اما جه قال لي المصريين عملوا الهه للعدل اسمها الالهه ماعت، اتكلم معايا وقال لي ان المجتمع المدني كان له دور. ظهر الدور بتاعه عن طريق الحكماء وعن طريق العلماء اللي كانوا في المجتمع المصري، اللي كانوا بيحاولوا يفهموا الناس الصح والغلط. وقال لي كمان في منهم كان بيحاول يحل المشاكل الاقتصاديه للافراد، يعني يقف مع الناس يسلفهم فلوس يساعدهم. يبقى بالتالي دور المجتمع المدني ظهر عندي في حل المشكلات الاقتصاديه للافراد. السؤال اللي بعده 12 كان يتم تقسيم الأحياء السكنية في مصر على أساس إيه؟ الأحياء السكنية لما جينا قسمنا يا ترى كانت بتتقسم على أساس ديني ولا اجتماعي ولا عسكري ولا سياسي؟ هلاقي طبعا سهلة جدا على الأساس الاجتماعي. من ملوك الدولة الحديثة اللي قضى على الفساد الإداري، يا ترى حمورابي ولا تحتمس الثالث ولا منحوتب الرابع ولا سناسرة الثالث؟ هلاقي الفساد الإداري يقصد به هنا فساد حكام الأقاليم. حكام الاقاليم اللي كانوا مسيطرين على البلد وكانوا احيانا في فترات الضعف بيعملوا انقلاب على الملك. يبقى بالتالي مين اللي هيوقف لهم؟ تمام، سناسرة الثالث. ناخد السؤال اللي بعده. كان الهدف الاساسي من اصدار حمورابي القوانين، يا ترى الهدف الرئيسي اللي خلى حمورابي يعمل قوانين كان ايه؟ تنمية التجارة مع افريقيا، ولا تأمين النواحي الاجتماعية، ولا تطوير النواحي الدينية، ولا تحقيق الاستقرار السياسي؟ طبعا واضح جدا ان هو ما عمل قوانين عشان يعمل استقرار في البلد. ثواني. تمام. طيب بعد كده عرف التعليم، طبعا يبقى هي دي تحقيق الاستقرار السياسي. عرف التعليم في مصر القديمة في الطبقة. أول طبقة عرفت التعليم الغنية ولا المتوسطة ولا الفقيرة ولا الحاكمة؟ هلاقي الطبقة اللي عرفت عندي التعليم كانت الطبقة الإيه؟ ها بص كده اللي التسلسل في الكتاب كان بيقول لي طبقة اللي هي الحاكمة بتاعت الملك ديت. الملك ده كده كده كان بيعلم ولاده في القصر بتاعه. مين اللي كان بيروح له؟ قال لي الطبقة الغنية. يبقى التعليم اتعرف عندي في الطبقة الغنية. 16 كان السبب الرئيسي لاختلاف الملابس عند المصري أسباب اقتصادية ولا دينية ولا ثقافية ولا سياسية؟ ايه في دول كان الداعي ان المصري لبسه ما يبقاش شبه بعض، في اختلاف في اللبس؟ ها اسباب ايه؟ تمام، اقتصادية، الفلوس.
ما لو الناس معاها فلوس هتلبس كلها حرير وهتلبس كلها الكتان الناعم المدرس بالفضه والذهب، يبقى بالتالي اسباب اقتصاديه. السؤال اللي بعده بنخش بقى على درس الحياه الدينيه، وبيبدا معايا بيقول لي: عارض كهنه امون دعوه الملك اخناتون. طبعا احنا عارفين كلنا اخناتون كان بيدعو لعباده اله واحد اللي هو الاله اتون. يا ترى تم معارضه الدعوه بتاعته لاسباب دينيه اجتماعيه، ولا سياسيه شخصيه، ولا سياسيه اقتصاديه، ولا اقتصاديه اجتماعيه؟ ركز وما تسربعش. هنبص كده بعينينا هلاقي ان من الوهله الاولى اقدر اتخم في الدينيه الاجتماعيه، ولكن لما هاجي اقرا كده تاني بتركيز الحته دي المقطع ده في الكتاب، هلاقي ان كهنه امون كانوا رافضين الدعوه دي عشان قدر الملك بالدعوه الجديده تسلب منهم سلطتهم وجاههم. سلطتهم يعني انت بتتكلم في السياسه، وجاههم يعني بالفلوس، يبقى بالتالي الاقرب عندي سياسيه اقتصاديه. هم ما كانش المشكله عندهم في الدين، لان الدين بالنسبه لهم مش الاساس، الاساس عندهم الفلوس والسلطه، عشان كان بيبقى له سلطه دينيه، وبالتالي دي بتدي له سلطه سياسيه، بجانب طبعا الفلوس اللي بتجي لهم من الهدايا اللي بتروح المعابد، يبقى بالتالي سياسيه اجتماعيه، سوري سياسيه اقتصاديه. تاني سؤال عندي في الدرس ده: كانت مدينه طيبه في عصر الدوله الحديثه مركز لعباده. طبعا كلنا عارفين طيبه دي كانت المركز الرئيسي لعباده ايه في الاربع الهه اللي قدامي دول؟ تمام، امون، اللي هو اشهر اله اتعبد في الدوله الحديثه. عباده المصري القديم للشمس تؤكد على اعتقاده بايه؟ احنا عارفين ان المصري كان بيعبد الشمس، وده بيأكد ان المصري كان بيعتقد بالحياه بعد الموت، ولا تعدد الالهه، ولا العباده الاتونيه، ولا الحساب بعد الموت. طبعا الحساب بعد الموت وتعدد الالهه مالهاش علاقه، هو الشك كله بين الحياه بعد الموت والعباده الاتونيه. طب ما تيجي نبص كده ونركز، هي العباده الاتونيه دي فضلت مستمره ولا كانت مرتبطه بشخص معين؟ تمام، ارتبطت بشخص معين اللي هو الملك امنحتب الرابع، يبقى بالتالي ما ينفعش اربطها انها كانت اعتقاد ثابت عند المصريين، هم كمان دول كانوا مجبرين عليها. فالمنطقي ان المصريين ارتبطت عبادتهم بالشمس بالحياه بعد الموت، لان احنا قلنا كانوا بيشوفوا ان الشمس بتشرق الصبح وبعدين بتختفي وبتظهر تاني يوم، وبالتالي دي فكره الحياه بعد الموت. زي الفيضان اللي قلنا كان بيجي اوقات في فيضان وبعدين يختفي وبعدين يجي جفاف وبعدين يرجع فيضان تاني، ده كله خلى المصري يربط ده كله بالواقع اللي هو عايش فيه. 4. كان أهم الإنجازات الناتجة عن تغير المعبودات العامة في عصر الدولة الحديثة إنجازات إيه؟ اقتصادية ولا معمارية ولا سياسية ولا اجتماعية؟ المصري في عصر الدولة الحديثة كان بيعبد آلهة كتير، أشهرها طبعا الإله أمون، ثم ظهر عندي الإله أتون، ثم رجعت تاني عبادة أمون. طيب تعدد الآلهة اللي ظهر ده في الدولة الحديثة ده أثر على الإنجازات في مجال الإيه؟ الاقتصاد ولا العمارة ولا الاجتماع ولا السياسة؟ اما حاجه اركز كده هلاقي ان لما جه اول ما بدات عصر الدوله الحديثه كانت العاصمه مدينه طيبه، اما جه الملك اخناتون خلى العاصمه مدينه اخيتاتون، ثم سقطت عبادته ورجع بقى الملوك في الدوله الحديثه رجعوا العاصمه مره تانية لمدينه طيبه مع عباده امون، يبقى بالتالي ارتبط التغير المعبودات ده بالايه؟ من الناحيه السياسيه، لان العاصمه السياسيه كانت دايما عماله تتغير ومرتبطه بالدين. السؤال اللي بعده: آخر ما توصل إليه فكر المصري القديم في معتقد البعث والخلود. آخر حاجة المصري عملها في فكرة البعث والخلود، يا ترى بناء المقابر ولا تحنيط الموتى ولا وضع الأساس الجنائزي ولا ميزان العدالة؟ أولا الأربعة المصري عملهم لاعتقاده بالبعث والخلود، بس إيه آخر حاجة؟ قال لي أولا هي كانت أول حاجة إيه؟ قال لي أول حاجة إن هو كان بيبني المقابر الحصينة، بدليل إن الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة عمل الهرم المدرج عشان يدفن فيه. ثم بدأ المصري يحنط الجثة، ثم بدأ المصري يؤمن بفكرة العدالة والحساب بعد الموت، وظهرت عندي الإلهة ماعت، وده ظهر عندي في عصر الدولة الوسطى لما بدأ يتزعم أوزوريس إله الموتى المحكمة الإلهية. فالوحيد اللي جه متأخر أو آخر حاجة بدأ المصري يعملها كانت وضع الأساس الجنائزي، لأن دي ظهرت عندي هتلاقيها في الكتاب كده بيقول لك في عصر الدولة الحديثة، يعني بالتالي دي آخر حاجة في الأربع حاجات اللي قدامي دي ظهرت. تمام. سؤال 6، نبص كده مع بعض على نقطة 6. بيقول لي: من أكثر العقائد الدينية تأثرا في سلوك المصري القديم اليومي، إيه أكتر حاجة من الحاجات اللي قدامك دي أثرت في سلوك المصري اليومي؟ تعدد الآلهة ولا قصر بناء المعابد ولا الحساب بعد الموت ولا البعث والخلود؟ ها، إيه في الأربعة دول أثر على سلوكه اليومي؟ يعني إيه سلوكه اليومي؟ يعني إن هو ما يكذبش، ما يزنيش، ما يسرقش، ما يقتلش. فطبعا تأثر بإيه في الأربعة دول؟ أكيد بحسابه بعد الموت، إن هو عارف إن هو هيتحاسب فبدأ يكثر من عمل الخير ويبعد عن عمل الشر. 7.
يعد التحنيط من أهم معالم الحضارة الفرعونية، وكان الدافع للتفوق في هذا المجال الاعتقاد بتعدد الآلهة، ولا الحساب بعد الموت، ولا وحدانية المعبودات، ولا الاعتقاد بالبعث والخلود؟ طبعا دي سهلة. يعني ليه المصري كان بيحنط؟ تمام، لاعتقاده بالبعث والخلود. النقطة اللي بعد كده، لم ينجح في هذا الاختبار الإلهي أصحاب الثروة والجاه والأهرامات. العبارة دي بتدل على إيه؟ إما أجي أقول لك إن الناس الأغنياء مش هينجحوا في الاختبار اللي معمول لهم في الدنيا، ده بيدل على الإيمان بالحساب بعد الموت، ولا الإيمان بتعدد الآلهة، ولا الإيمان بالبعث والخلود، ولا السمو للتوحيد؟ ها؟ تمام، ده بيدل على الحساب بعد الموت، إن فلوسك مش هتغنيك إن أنت تخش الجنة أو تخش النار. لا، أنت اللي هيغنيك إن أنت تخش الجنة أو النار عملك. فالمصري وصل للحقيقة دي. السؤال اللي بعد كده، بنخش على درس الحياة الثقافية والفكرية اللي هو آخر درس معايا، الدرس السادس. وبنبدأ مع بعض كده بأول سؤال، وبيقول لي أي مراحل الكتابة المصرية تمثل صورة تفاعل الحضارة بين الشرق والغرب؟ إيه من الأربع كتابات اللي المصري عارفهم بتدل إن المصري كان عنده تواصل حضاري بين الشرق والغرب؟ اما حاجة بص هلاقي إن الكتابات دول، الثلاثة دول اللي هم الهيروغليفية والديموطيقية والهيراتيقية، دول كتابات مصرية خالصة. الكتابة الوحيدة اللي كانت دخيلة على مصر كانت الكتابة القبطية، لأن دي ظهرت في مصر مع انتشار المسيحية. واحنا عارفين ان سيدنا عيسى لما جه انتشر كان عندي الدين اللي هو الدين المسيحي كان في بعض الحاجات المكتوبه باللغه اليونانيه، يعني بالتالي حصل مزج بين اللغه بتاعه الفراعنه اللي هي اللغه الهيروغليفيه او الهيراتيقيه بجانب اللغه بتاعه الدين المسيحي في الوقت ده اللي هي كان فيها بعض المصطلحات اليونانيه، يبقى بالتالي القبطيه. اتنين، أصبحت طيبة مركز للإبداع الفني في الدولة الحديثة، ده بسبب إيه؟ إيه اللي خلى طيبة هي الأساس في الدولة الحديثة في الفن؟ يا ترى بسبب ازدهار الرسم والنقش، ولا قربها من بلاد النوبة، ولا كونها العاصمة السياسية، ولا توفير الأحجار والمعادن بيها؟ ها؟ تمام، عشان هي العاصمة. شيء طبيعي ان العاصمة بيبقى فيها كل انواع الفنون، افضل الفنانين، افضل النحاتين، كل حاجة بتبقى موجودة في العاصمة، فافضل حاجة. كان يوجد علاقة بين العمارة على المعابد وتأثيرها بالناحية الايه؟ يعني عمارة المعابد اتأثرت بالناحية الايه؟ السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا الدينية؟ اما حاجة بص كده، هي المعابد ممكن تكون تأثرت بإيه؟ قال لي انت مش لقيت فترة من الفترات المصريين كانوا بيبنوا المعابد بتاعتهم معابد مكشوفة؟ تمام، وليه كانوا بيعملوها مكشوفة؟ قال لي كانوا بيعملوها مكشوفة عشان بيعبدوا الشمس، زي الملك أسر كاف في الأسرة القديمة، وزي الملك إخناتون في الأسرة الحديثة. كانت المعابد بتاعتهم مكشوفة عشان الشمس تقدر تخش المعبد، لأن هم اوريدي بيعبدوا الشمس. يبقى بالتالي ده أثر في العمارة بتاعت المعابد في إيه؟ ها؟ في الناحية الإيه بقى؟ السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا الدينية؟ تمام، في الدين. الدين هو اللي تحكم في فكرة العمارة في المعبد. طيب، أربعة، من دوافع المصري القديم لتطوير الكتابة، إيه اللي خلى المصري يطور الكتابة بتاعته ويجددها بعد ما كان عنده هيروغليفية بسطها وخلاها هيراتيقية للكهنة، ثم الديموطيقية اللي هي الشعبية؟ التطور ده كان بيتم ليه؟ قال لي للتعبير عن المعاني اللي بيوردها، ولا تسجيل نصوص الدينية، ولا تسجيل تقدم الاقتصادي، ولا السرعة والدقة؟ أنا هلاقيها في الكتابة كده، الكتاب قايلها كده، ان المصري كان بيغير في الكتابه بتاعته لدافع ايه؟ قال لي لدافع السرعه والدقه. عشان كده لقيت ان الخط الشعبي اللي هو الخط الهيراتيقي، تمام، سوري الديموطيقي اللي هو الخط الشعبي الديموطيقي ده، كان خط شعبي فيه كلمات بطريقه شعبيه اللي هي ملخصه، يعني بينجز، فبالتالي للسرعه والدقه. طيب، خمسة، نرفع كده الاسئله. اطلق المصري القديم على مراكز البحث العلمي وبيوت الحياه، المصري سمى مراكز البحث العلمي بيوت الحياة، ده بيدل على ايه؟ اقرا كده الاختيارات. بيدل على التقدم العلمي عند المصريين، ولا ارتباط العلوم بالدين، ولا اهتمام الدولة بالعلوم المختلفة، ولا ادراك واهمية العلم في حياته؟ ها، سماها بيوت الحياة، يبقى ده ليه؟ تمام، لانه ادرك ان العلم مهم في حياته، فبالنسبة له اطلق عليها الاسم ده. كل العلوم الآتية استفاد منها المصري في الزراعة ما عدا، يعني الأربعة اللي قدامك دول فيهم ثلاثة المصري استغلهم في الزراعة ما عدا واحد. يا ترى الفلك ولا الهندسه ولا الحساب ولا الكيمياء؟ ايه في الاربعه دول المصري ما استغلوش في الزراعه؟ ها؟ الفلك المصري كان عايزه عشان التقويم الشمسي، الحساب عشان يحسب المساحات، الهندسه عشان يبني الترع والسدود والقنوات، يبقى الوحيد اللي ما استخدموش الكيمياء. قامت
الدولة في مصر القديمة على تقدير العلماء من خلال الدولة كانت بتقدر العلماء من خلال منحهم شهادة تقدير، ولا جعل العالم قدوة للطلاب بتاعته، ولا المشاركة في إصدار القرارات، ولا الإعفاء من الضرائب؟ تمام، بتعفيهم من دفع الضرائب، وكانت بتخصص لهم مرتب ثابت ليهم. أخيرا ازدهر الأدب الذي كان فيه الملك موضع مدح وتقدير في أنهي عصر؟ انهي نوع؟ طبعا احنا عارفين الادب اللي المصري كان بيمدح فيه الملك اللي هو الادب السياسي، ادب المديح. ده ظهر بدايه عصر الدوله القديمه، ولا في نهايه عصر الدوله القديمه، ولا في بدايه العصر الانتقالي الاول، ولا في العصر المتاخر؟ طبعا هو يعني ما قالهاليش صراحه في انهي عصر، بس لازم اشغل دماغي. هو اصلا معنى ان انا همدح الملك يبقى الملك ده قوي ولا ضعيف، كويس ولا وحش؟ اكيد ملك قوي واكيد ملك كويس. هلاقي ان في 3 عصور قدامك في الاختيارات كان الملوك اللي فيها ملوك ضعاف، سواء العصر المتاخر او عصر الدوله القديمه في نهايته ما مسك بيبي الاول وبيبي الثاني اللي احنا قلنا كانت الدوله منهاره في عهده، او في العصر الانتقالي اللي هو فترات ضعف الاسره التسعه والاسره 10، ومن اول الاسره السبعه لغايه الاسره 10 فتره كلها كانت فتره ضعف. فبالتالي الفتره الوحيده اللي كان فيها ملوك اقوياء هي الدوله القديمه اللي هي فتره شباب مصر وفتره بنايه الاهرامات. يبقى بالتالي ادب المديح هيظهر عندي فين؟ لمدح الملك اكيد الملوك كانوا اقوياء، يبقى في عصر الدوله القديمه. بالتوفيق ان شاء الله، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انت تشترك معنا في القناه عشان توصل لك كل جديد. القناه بتاعتنا زي ما مكتوبه قدامك كده، ذاكر لي دراسات اجتماعيه محمد عبد الفتاح. بالتوفيق دايما، واتمنى ان ربنا يوفقنا باذن الله، وان شاء الله هننزل امتحانات نحلها مع بعض بعد كده.